لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة يا ليل ما بعده ليل يا ناعس هدومك لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة يا ليل ما بعده ليل يا ناعس هدومك لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة يا ليل ما بعده ليل يا ناعس بهدومك يا ليل ما بعده ليل يا ناعس بهدومك لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة يا دربك ويا خسر اني بجراسك رني دوبوني عيون السود لموني بالتمني ودوبوني عيون السود لموني بالتمني لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة يا ليل ما بعده ليل يا ناعس بهدومك لقيتك والدنيا ليل قلتي لي مخطوبة يا ليل ما بعده ليل يا ناعس بهدومك. متهنية قدامها متهنية. اهلا 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 اهلا. عيدك مبارك يا رب. كل عام وانت بألف خير. يلا هاي كمان اهلا اهلا يعطيك العافيه وانتم بخير ان شاء الله. عيدك مبارك ان شاء الله. حياك. ميرسي شكرا. كل عام وانت بألف خير وانت على السلامة حبيبة قلبي. نورتينا في الاستوديو يا فرح. الله يسلمك شكرا. الله يخليك يا رب. كيفكم؟ تمام. كيف عيدك؟ الحمد لله تمام. كيف دبي معك؟ وين قضيت العيد فيه؟ والله هون بدبي. ما شاء الله. انبسطتي؟ اكيد يعني دبي انسب مكان لحتى يكون البني ادم كثير رواق. هي اللايف ستايل فيها بخلي الواحد فعلا هادي. عن جد يعني رواق والعالم كلها يعني بتحسيها رواق كمان يعني بتضلك رواق. يحيى الرواق. طبعا انا رح استغل وجودك اليوم لنسمع صوتك قد ما نقدر لانه هذا من طلب الجمهور. طبعا هم حابين يشوفوكي ويسمعوكي وكثير اشياء. في اسئله من اللي شفتها لاحظتها في تويتر لما حكينا انه انت حتكوني معنا اليوم. اول شيء قالوا لي اسالينا فرح ايش اكثر شيء بتحبي تسويه دائما بالعيد لما كانت صغيره؟ شيء موقف ما بتنساه ابدا صار معها؟ موقف ما بنساه ابدا بالعيد. هلا ليكي وقت اللي كنت صغيره الحمد لله نحن عائلتنا كبيره وانا كنت صغيره مدلله بالعائله. اروح دور على بيت اخذ لم العيديه يعني يطلع معي اخر شيء عيديات يطلع معي قد راتب موظفين. عيديات يعني انا يمكن بتبحبح يعني صيف ماني كثير من ورا العيد. مو بس هيك يعني فتطورت معي البزنس بهذا الموضوع فصرت اخذ من الجيران. انتهنتيه يعني. طيب ولهلا ولا خلص؟ خلصت العاده؟ خلص كبرنا. لا لانه لو لميتي شيء حنكون اصحابك. لا يخلو الموضوع لسه لهلا اكيد يعني. طيب فرح احنا قالوا لنا انه انت لك علاقه خاصه باغنيه قالوا ترى صحيح؟ لأن هاي بدي أحكي لها إياها أنا. لا كنت صار لي ساعة بسأله بقول له احكي لي اسم الأغنية البداية. أنا أقول لك ليش قصتها. بس الكلمات اللي أنت قلتيها المزهرية. لا اصبر لا اللي هي خلينا نخبي لا هذا كلام خطير هذا الكلام. لا أنا أقول لك ليش. صحيح الكلام هذا ولا لا أول شيء؟ صح. أنا سمعتها عند حدا امبارح. ليه طيب؟ في حدا مسجل لك إياها بالتليفون. اشتقتي له ولا ما اشتقتي له؟ حبيبي الدكتور مجد. ايوه امبارح كنت عنده بالعياده فقال لي انا كثير بحبها. ليكي على فكره هي الاغنيه لها قصه. اول شيء انا بدي اقول كل عام وانتم بخير للكل. كل عام والامه العربيه كلياتها بالف خير وكل عام الامه الاسلاميه عليها الخير جماعه ان شاء الله. وخصوصا على بلدي سوريا يا رب العيد الجاي يكون كله خير وامان يعني يا ربي. ان شاء الله. بدي اقول له للدكتور مجد تحديدا له كل عام وانت بالف خير ولزوجته ديما انا بحبكم كثير وبوصوا لي الاولاد. طيب انا بعايدل انا شفتهم كلهم سلمى وعساف كان عندي موعد فرحت شفتهم كلهم كانوا موجودين. شو قصتكم عم كلياتنا بدنا تظبيط اسنان والدكتور مجد بحب البرفكشن يعني بيرفكشن هذا الشيء يعني انه ما بيحب يشوف في ديفو باسنان. طيب. يعني انا بقدره جدا يعني هاي اسناني. غنينا اياها غنينا الاغنيه اللي غنيتها. طيب ايش رايك نسمع قالوا ترى؟ اوكي نسمع قالوا ترى. كنت امبارح
سجل لي اياها. هو كان عم بيقول لي في اغنيه بتطلع بصوتك بتجنن، يبدو هو مو حضرانا بأرب ايدل. ايوه. فعم بيقول لي هي اغنيه لعبادي الجوهر اسمها قالوا ترى طلعت في هيك. قلت له هي الاغنيه انا غنيتها بأرب ايدل، الاغنيه الخليجيه الوحيده اللي غنيتها بأرب ايدل، كانت اخر براند. فسمعته اياها وسجلها. تكون سمعكم اياها؟ يلا سمعنا اياها على المايك. بالمايك. اسمعوا شيء غريب. لا بالعكس تجنن. تفضلي. قالوا بتلقى غيره واترك هواها اليوم، قلت العفو يا حسدي ما بدي القمر بنجوم. قالوا بتلقى غيره واترك هواها اليوم، قلت العفو يا حسدي ما بدي القمر بنجوم. قالوا غيرك حبها قلت الجواب مفهوم. قالوا لي غيرك حبها قلت الجواب مفهوم. دام انها متهنيه صير انا محروم. قالوا ترى ملك امل في قربها لو يوم ابعد وجنب دربها هذا هو المقسوم. قالوا ترى ملك امل في قربها لو يوم ابعد وجنب دربها هذا هو المقسوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم. قدني غرقت في بحرها ولا عاد يفيد العوم. الله عليك يا فرح. الله عليك. طبعا تحيه للفنان الكبير ابو ساره. كلمات ملك العود الفنان عبادي الجوهر، يعني اغنيه رائعه بكل المقاييس عن جد. اسمى ايات الغرام حبي ما فيهوش امل. طبعا كيف عم بتمنى لها الخير حتى هي طبعا. صحيح. يعني حب شيء جميل. على فكره هي من الاغاني الخليجيه المفضله عندي. اكيد وفيها احساس عالي ما شاء الله. مين فينا ما يحب عبادي؟ مين فينا ما يحب عبادي الجوهر؟ اشتهيت شوف حدا ما بيحب الزلمه الله يحميه وكثر محبينه. طب خبرينا هلا شو مشاريعك الجاي بعد أرب ايدل؟ هلا اي سايند كونتراكت، وقعت كونتراكت مع بلاتينوم ريكوردز. وفي عندنا ان شاء الله حفلات، سلسله حفلات هلا بدها تصير اللي هي أرب ايدل تور. حلو. ان شاء الله العالم تنبسط فيها. رح نبتدأ من مدينه دبي ب 15 اغسطس هذا الاب الحالي. بعد منها رح ننتقل للدار البيضاء. هو كان في عندنا حفلات بأربيل بالعراق وبمصر بالقاهرة، بس اتأجلت نوعا ما شوي مشان يعني ما بعرف صراحة بجهل شو الظروف، ولكن اتأجلت ما التغت ولكن اتأجلت وبفترات قريبة يعني إن شاء الله قريبا رح يتحدد الموعد. طيب كيف شايفة فرح برنامج أرب ايدل من ناحية اهتمامه بالمواهب الشابة؟ كيف شايفني انت هلا؟ شباب. لا ما شاء الله عليكي يعني صرتي نجمه وعم نشوف احنا شفتها في اكثر من مناسبه برمضان ما شاء الله الكل بيلحق وراها انه بتصور بده اوتوغراف يعني شيء حلو. رفقات انا وياها بالايفنتات على طول. لا تتلاقوا كثر خير الايفنتات اللي بتخليني اشوفك. الله يسعدك حبيبتي. هم تنتين ثلاثه ترى انا سلكتد كثير كانوا. أرب ايدل بدي اقول لك شيء. أنا وين ما رحت بقولها لهي الكلمة. MBC جروب أو خلينا نقول قناة MBC إلى كل الاحترام. احترافية عالية، عمل متعاون،
متناسق بأدق التفاصيل. يعني أنا فيني أحدد هوية العمل والقناة المسؤولة عن هذا العمل من التفاصيل الصغيرة اللي كنت شوفها بأرب ايدل. صحيح. يعني كاست أرب ايدل بيروت ما بتتخيلي شو صار. ما انا بشتهي اشوف واحد فيهم نايم، عن جد عم بحكي. يعني اذا حدا فيهم بده ينام في اثنين غيره عم يعملوا شيفت. غير طبعا غير الكوادر الفظيعه ما شاء الله اللي كانت موجوده من اضاءه لتصوير لكل شيء يعني. فاحترافيه عاليه بادق التفاصيل. بنعمل البروفا 3-4 مرات كانه هوا، بنعملها بشكل كامل، يعني عمل متواصل، جهد متواصل، جهد كبير بنجاح طبعا. هذا غير مسبوق. بعدين كلياته مشتغل يعني كل شيء. يعني في عندك التصوير، الاضاءه، المكياج، الشعر، الاعداد، التحرير، السوشيال ميديا، صحيح. كله عم يشتغل مع بعضه، كل متكامل ببطاقه واحده يعني بطريقه يعني شوفي ما في تاخير بالزمن. هذا اهم شيء. يعني بيشتغلوا كلهم مع بعضهم على الوقت اون تايم. فلهيك شفتي الهوا طبعا. وهون احترافيه قناه MBC اللي انا بوجه لكل طاقم العمل فيها من اكبرها لاصغرها. كل عام وانتم بالف خير، من الشيخ وليد لاصغر عنا بMBC. طيب بما ان احنا نتكلم عن الوقت، احنا معانا دقيقه الان على اساس تسحبي ويعرفوا الفائزين اسمائهم. ايش رايك؟ اوكي لسه؟ شو بدك؟ خلينا نسحب. كم فايز؟ ما فازوا الا 4 يا جماعه الخير، معقوله؟ 3 لازم نسحب ديما. قدرنا نسحب. يلا 3 فائزين. اسحبي اول واحد. بسم الله. خليني اشوف. اسحبي وهيك حولي لي. حكي لي الاسم او شيء، افتحي لنا اياه واعطينا اياه. يلا خلينا نعرف مين الفائز. اكيد مو علي. انا حاطيه على الكاميرا. لا انت من عندك. انا بقول من عندك. ايه. يلا خلص خليها معك. اول واحد من عندك. ورجينا اللي فينا الاسم وخبرينا. عندك كاميرا؟ شوفي. يلا وريها للكاميرا يا فرح. الكاميرا لسه مو جاهزه. ايوه. مبروك لوليد الملحم من هولندا. مبروك، ربح معانا 3000 ريال. مش هيك عم بحكي صح ديما الجائزه؟ شو بدك يا وليد احسن من هيك؟ ريش وتمشي الحال. طبعا كل فائز معنا هيكون معاه ان شاء الله هيفوز ب 3000 ريال سعودي. عشان تذكروكي هاي العيديه كنا نحكي عنها. هلا انت حتعيدي المشاهدين. يلا كمان سحبه بدنا. هاي اول اسم. يلا السحبه الثانيه. يلا تفضلي. ايوه هذه الثانيه. مين راح ياخذوا من عندنا؟ فلور مانجر. نعطيكي واحده تسحبينها ولا؟ لا انا ولا خلاص كلها؟ خليها كلها كمان عبد الفتاح الشمطي. كمان نوريها للكاميرا. عبد الفتاح كمان ربحت معنا 3000 ريال. هاي عيديه ايوه. الف مبروك يا عبد الفتاح. ايوه اعطينا اياها كمان فرح. يلا ضربت الثالثه نعطيها للشباب. باقي الثالثه. اخر سحب ولا لا ديما؟ 3 ب3. يلا. اخيرا طلعت لنا بنت. واخيرا. بسمه يسلم. بسمه حلو لها بتسمي. شفتي قلت لك بتسمي يا سلمى. يا بسمه سوري. بسمه من السعوديه. الف مبروك، ربحتي 3000 ريال تصرفيهم بالهنا ان شاء الله يا بسمه. صحيح بمناسبه سلمى بقول لها لسلمى كل عام وانت بخير حبيبه قلبي سلمى رشيد. وبقول لكل رفقاتي بأرب ايدل، محمد عساف، عبد الكريم حمدان، زياد خوري، مهند المرسومي، احمد جمال، برواس، بقول لكم كلكم كل عام وانتم بخير ويا رب ينعاد علينا وعبلاتكم بالف خير. امين يا رب. عليك وعلى اهلك ان شاء الله. وكل عام وانتم بالف خير. نورتينا اليوم في استوديوهاتنا. الله يخليك يا حبيبتي. واحنا حنضلنا نشوفك اكيد. معنا دقيقه يمكن ضل. طيب قبل احنا هنختم معك باغنيه ولا ايش رايك؟ نختم باغنيه معك. ايش رايك يا جمال؟ شو رايك؟ نختم مع فرح؟ نختم باغنيه بس نذكر مشاهدينا حنرجع نشوفهم بكره. احنا هنشوفكم ان شاء الله مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وايضا زميلنا حمود الفايز هيلتقيكم بعد قليل بموجز لاهم الانباء. اكيد. نختم مع فرح. بكره. كل عام وانتم بخير. بما انه الفرقه كلاسيكس وفرقه شباب ما شاء الله شاطرين كثير، يعني انا بقول لكم برافو. ولو كانت شوية حزينية أو تبع عتاب يعني، بس حابة أغنيها لأنه بتطلع حلوة مع الموسيقى. يلا اللي مع الحزن موعد نهرب منه بيرجع لنا. يلا هاي تكينا من عندك. عالبعد ممنون
زعلان قلبي علي ما في يشوفك هلا عم يرشفوا ايدي والدمع بعيونك زعلان قلبي علي ما في يشوفك هلا عم يرشفوا